ابو حمزه بيسال وبيقول: عزلنا وبعد البلاط حصل تهريب، فطبيعي الرمله هتشرب ميه وهيحصل نشع في الشقه كلها على الحوائط. محمد هارون بيجاوب عليه وبيقول له: صدقني مش هيعرف يجاوب، سيبك من محمد وخلينا مع ابو حمزه. بص يا استاذي الفاضل، فايده العزل انك بتحمي المنشا نفسه من وصول الميه دي للحديد اللي موجود في سقف البلاط، وبتحمي جارك اللي تحتيه، هتضره جامد لو مشطب وصارف ومكلف. دي فايده العزل. طب ايه علاقه النشع او الرطوبه اللي بتظهر في الحوائط بالعزل؟ وعشان تفهم ان ده سبب من ضمن اسباب كتيره، مش ده الاصل ومش ده الاساسي. طيب العزل معمول كويس وتمام وادى دوره مظبوط جدا، وحمايه البلاطه الخرسانيه وكمان حمايه جاره. ممكن برضو يحصل نشع لو المواسير اللي موجوده سربت، عشان كده بنشتغل بخامات معتمده وبنعمل اختبار كبس خراطيم ونطلع شهاده ضمان من الشركه نفسها، والشهاده دي بيكون مدتها 50 سنه طالعه من الشركه نفسها. هل بعد كل ده ممكن يحصل نشع؟ ايوه ممكن يحصل، لان في حاجه خطيره جدا انت مش واخد بالك منها. الرمله اللي تحت البلاط، ما هي لو شربت ميه هتمشي في الشقه كلها وتطلع على الحائط برضه، والرطوبه هتظهر لي عادي جدا. انت مش عايز الرمله اللي موجوده دي يوصل لها اي نقطه ميه، فالحل اعمل ايه؟ اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. ارجوك قول لي حاجه مفيده. فبنيجي للخطوه الثالثه والمهمه جدا، اللي هي سقيه السيراميك. فبعد ما نخلص اعمال السيراميك بنسقي بماده مخصصه لسقيه السيراميك اسمها سيتوفيل. ما بنسقيش باسمنت ابيض، لان الاسمنت الابيض بينكمش بعد فتره، وهو كعنصر ضعيف الالتصاق بالمواد الناعمه، فبيتاكل وبيسرب ميه بعد فتره للرمله. ده ساعات ناس اصلا بتستخدم ماده الجراوت، ماده قويه جدا وشديده الالتصاق بالخامات الناعمه، وساعتها لو جبت قطر او مفك وكحت في العراميس نفسها مش هتتاثر. الحاجه الثانيه اماكن التقاء السيراميك في الفواصل عند الارضيات والحوائط، وكمان البانيو مع السيراميك بنجيب ماده اسمها انتي بكتيريا من شركه سيكا اسمها سيكا فيليكس، ونملى بيها الفواصل بالكامل ونحقنها كويس. وما ننساش طبعا زور البيبه، لانه مكان بتجمع فيه الميه بسهوله وسهل جدا تسرب في النقطه دي وتوصل للرمله بتاعتك. انت كده بقى كتفت المبنى، عزل محترم، سباكه وكبس زي الفل، وكمان سقيه سيراميك مفيش بعد كده. مستحيل يحصل معاك نشع او رطوبه في اي مكان في الشقه بعد كده. ويبقى سلم لي على محمد. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.